بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بحبايبي الحلوين مع حكايات عم محمود. طبعا بنعتذر مسبقا عن الدرس اللي فات، ما جيناش، فإن شاء الله نعوضها النهاردة إن شاء الله، وربنا يبارك فيك يا رب. نتعرف الأول على نجومنا الجمال اللي معانا النهاردة. ما شاء الله معانا 33 واحد بعدد التسبيح اللي بعد الصلاة. يلا الأولاني اسمك؟ لا امسك المايك في إيدك على طول كده، قرب من بقك. مصطفى محمود نحور. بس اللي جنبه على طول اديله المايك على طول. مصعب محمود سرحان. يلا دي من معلم الشعر. ها محمد سامي. اللي يقول اسمه يقوله بوضوح. سعيد أحمد. عبد الرحمن شريف. ايوه. محمود محمد نصر. ايوه. احمد مجدي شعبان. يوسف محمد صابر. ايوه. عمر نبيل احمد. محمد احمد سيف. يلا سيف احمد سيف الدين. يلا اللي وراك على طول، ادي اللي وراك المايك. المصدق الطيب الحسين. المصدق الطيب الحسين. عبد الرحمن عبد الحكيم محمد. الله اكبر. عبد الله عبد الحكيم محمد. ايوه. عمار محمود المصري. ايوه. سارة محمود علي. ايه ده انتوا ولاد الشيخ محمود المصري؟ عارفه انا، مش ده اللي بيطلع في قناه الناس حبيبي؟ يلا ادي اللي جنبك. مريم كمال. ها مريم ايه؟ كمال سالم. بنت حبيبنا الشيخ ابو مالك، ربنا يبارك فيك. اتفضلي. حياة بالشعر حابس. ها سلمى سماء احمد. ايوه. صفية محمود سرحان. اتفضلي بنت الشيخ محمود سرحان، ربنا يكرمك. ها مريم محمود. اللي جنبك محمد مصطفى. يلا هم معاهم مايك. يلا اللي ورا. اسماء جمال. لحمة رمضان. لحمة رمضان ازاي؟ نورهان علي. طيب ماشي مش مشكلة، عديها. فاطمة محمود. اسماء مختار. فيش هنا فرخة طبعا بعد انفلونزا الطيور. لحمة ماشي جنب. محمد. تو محمد. محمد محمود سرحان. نعم اللي جنب. ومين عبد الحكيم. طيب ولا محمود المصري. نبدأ حلقتنا النهاردة بس بعد ما نصلي على حبيبنا عليه الصلاة والسلام. سامع حاجة مدني؟ نايمين؟ لا يلا. عليه الصلاة والسلام. لا ممكن أعلى كمان، ممكن. عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله صلى الله عليه وآله وسلم. النهارده يا حبايبي بقى، النهارده جايين لكم بحكايه بقى جميله. النهارده حكايه ترفيهيه شويه، يمكن مش هنحكي حكايات النهارده من السيره، معلش. حكايات بقى، حكايات اطفال بقى حلوه كده برضو، عشان ايه حبايبنا برضو يعيشوا معانا بيها. والنهارده هنحكي لكم حاجه من الاثنين، يا اما حكايه النمر المتوحش، ماشي، انتوا عارفين النمر المتوحش اللي دي مخالب ده، تمام، يا اما حكايه القطه الشقيه. نحكي لكم حكايه مين؟ النمر المتوحش ولا القطه الشقيه؟ نقول ايه انهي فيهم؟ نمر متوحش. خلاص كله موافق على نمر متوحش؟ موافقين خلاص؟ قولوا عايزين نمر متوحش. خلاص اتفقنا. هحكي لكم ان شاء الله حكايه الاسد والفار. ماشي كده. طيب نحكي حكايه الاسد والفار النهارده. حكايه جميله جدا جدا وفيها عظه وعبره حلوه، ان الانسان ما يستهترش باي حد مهما كان صغير مهما كان ضعيف. ممكن انسان يقدر ان هو يخدم الناس اللي اكبر منه، وممكن يخدم الناس اللي اقوى منه. يعني ايه الانسان لابد ان هو ايه يحترم كل الناس، وما يقولش لا ده ضعيف يا عم، وانا صاحب واحد ضعيف ليه، ولا ده فقير ولا صاحب واحد فقير ليه. لا، ممكن يكون الفقير ده انسان عنده دين وعنده حياء وعنده خلق، ونتعلم منه حاجات جميله جدا ما شاء الله. وممكن يكون الانسان القوي ده مثلا، ده انا بدي مثال، ما يكونش عنده اخلاق ولا بتاع، يبقى انا مش هستفيد حاجه من مصاحبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليه الصلاه والسلام. لا ناموا تاني. يلا عليه الصلاه والسلام. ايوه كده ما شاء الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لا تصاحب الا مؤمنا. كمل. طب نقوله مع بعض. لا تصاحب الا مؤمنا. ايوه. ولا ياكل طعامك الا تقي. الله. لا وفي حديث تاني جميل قوي برضه عايزين نقوله، اللي هو ايه؟ الرجل على دين خليلي. قول. الرجل على دين خليلي. الله. يعني ايه دين خليلي؟ يعني على دين صاحبي. يعني لما يكون واحد كويس ماشي مع ناس كويسين، يبقى هو هيبقى كويس، صح ولا لا؟
طب ولو واحد مش مع ناس مش كويسين هيحصل له ايه؟ هيبقى مش كويس. صحابه ما بيصلوش، فبالتالي لما يمشي معاهم هيعلموه ان هو ما يصليش، صح ولا لا؟ يجي يقول له الاذان بيدن يا فلان يلا نصلي، يقول له يا عم انت هتعمل لنا فيها يا شيخ، يا عم اقعد شويه نلعب كوره ولا نلعب بلاي ستيشن ولا نلعب اسمها ايه ديت كيك على العالي وكيك على الواط واستغمايه. عارفين كيك على العالي واستغمايه؟ اللي دي على ايامنا احنا، بس احنا على ايامنا بقى عشان ما كانش فيه بقى اللعب بتاعتكم دي والتكنولوجيا اللي موجوده عندكم، احنا كان يعني كبرنا قوي استغمايه، كيك على العالي، كيك على الواطي، بنلعب ايه تاني؟ بلي مسافات طويله، حاجات كده يعني، فاهم ازاي؟ انتوا طبعا ما شاء الله على ايامكم بقى التكنولوجيا كلها، الكمبيوتر والبلاي ستيشن والاتاري وحاجات بقى كده احنا اتحرمنا منها، كنا يعني عايزين نرجع في الزمن ده. المهم يعني ايه، فالواحد لما يصاحب حد يصاحب الانسان عشان ايه؟ عشان عنده خلق وعنده دين، وعشان ياخد بايده لطاعه ربنا والمرضات ربنا سبحانه وتعالى، وعلشان هيعينه على الطاعه. اول ما يسمع الاذان بيدن، الحق يا فلان الاذان بيدن، طب معلش ما نصلي كمان ساعه، طب نخلص الماتش ده، طب اقول لك خلص بس الدور بلاي ستيشن ده، واول ما نخلص على طول اروح نصلي بقى الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض كلهم ونخلص. ينفع الكلام ده؟ لا. ولا نصلي الصلاه في وقتها؟ ربنا بيقول ايه؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل صلاه وليها وقتها، لان وقت الصلاه مين اللي بينادي عليا؟ الله سبحانه وتعالى بيأمرني ان انا اخش بيته علشان اصلي واسجد بين ايديه في الوقت ده. انا اقول له مش فاضي؟ ينفع؟ لا. ده انت مدير المدرسه لو قال لك تعالى تقول له مش فاضي؟ لا. لازم هتروح، صح ولا لا؟ فمن باب اولى بقى ولله المثل الاعلى لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرني ان انا اروح بيته في الوقت ده، لازم سمعنا واطعنا، حي على الصلاه سمعنا واطعنا، حي على الفلاح سمعنا واطعنا، تجري على المسجد، تتوضى في البيت وتجري على المسجد وتصلي. ويا سلام بقى لما تكون في المسجد كده قبل الأذان ما يدن، أول الأذان بيدن حتى كده تخش المسجد كده تصلي تحية المسجد، وبعدين تقوم تصلي السنة، وبعدين تصلي الفرض مع الإمام وتقول الأذكار اللي بعد الصلاة، وبعد كده بقى تنطلق يا سيدي، عايز تلعب براحتك، عايز تعمل اللي أنت عايزه، بس ما تنساش بقى إن في ورد كل يوم بنحفظ قرآن، صح ولا لا؟ حد فينا حافظ قرآن؟ حافظ قد إيه يا محمود؟ قرآن كله ما شاء الله يا محمود. نص القرآن ما شاء الله يا سيف، نص القرآن ما شاء الله. حد تاني حافظ؟ تقولي 14 جزء. 46 جزء، جميل ما شاء الله، ربنا يبارك. ما شاء الله. طب ربنا يبارك فيكم حبايبي، الحمد لله رب العالمين. عايزين بقى كل الجماعه اللي قاعدين معانا دولت 33 اخ واخت قاعدين معانا ان شاء الله، عايزين يختموا القرآن قريب ان شاء الله. نرجع لقصتنا، قصه ايه؟ الاسد والفار. الاسد قد ايه؟ كبير. والفار قد ايه؟ صغير. تخيلوا بقى لما الاسد يقف قدامه الفار بقى، الله اكبر. يعني ايه؟ يعني لو قلنا بقى ان حبينا نلاقي اسم كده نسميه ايه؟ تحدي العمالقه، صح كده؟ يبقى الفار قد كده صغنطوط كده، يعني ممكن بس الاسد ياخده ويقوم مسلك بسنانه كده، تمام؟ وفاهم ازاي؟ وفي الاخر ياخده يعملوا البانه وبعدين يرميه، والفار واقف قدام الاسد. ايه اللي حصل يا حبايبي؟ نحكي القصه بعد ما نصلي. الصلاه والسلام. لا لا لا، انتوا بتناموا مني كل شويه. جميل، ايوه كده، الله يبارك فيكم. ايه اللي حصل يا حبايبي؟ اللي حصل ان الاسد في يوم من الايام، طبعا الاسد ده ملك الغابه، ملك الغابه ده الفتوه بتاع الغابه، ده بيقف في الغابه بقى كده حبايبي، ويقف بقى كده يزقر وعليه احبال صوتيه الله اكبر، عامله زي شريط القطر بتاع مترو حلوان، صوته بقى حاجه ايه، رعد. فبيقف بقى كده ويفضل يصرخ ويزقر ويصوت في الغابه. كل اللي بيسمع صوته يعمل ايه؟ يقوم داخل الجحر بتاعه، يا اما يستخبى يا اما يخش ورا شجره. المهم ان هو ايه، اول ما يعرف ان ملك الغابه ماشي كله يوسع، محدش يقدر يقف ابدا. فملك الغابه بقى ايه، كان في يوم من الايام نازل بقى في الغابه وعمال يدور على فريسه، فجاه لقى حته غزاله اموره كده، قال مفيش مانع، راح هاجم عليها وراح مصطادها وراح واكلها. تمام كده؟ حد فيكم ده لحم الغزال قبل كده؟ ليه لا؟ ليه؟ انت يا عمار كلت معايا لحم غزال صح؟ وانت يا ساره صح؟ كلت لحم غزال. تعزمنا عليه، ما جبناهوش ما اشتريناهوش بس ايه، كلنا لحم غزال. لحم الغزال طبعا طعمه جميل جدا يا حبايبي، ان شاء الله مره كده فكروني عشان ما اعزمكمش عليه ان شاء الله. يعني ايه فاللي حصل بقى ان الاسد نزل وقعد يدور، فلقى حته غزاله كده اموره ماشيه بتدلع قدامه، قال بس تعالي، وقام ايه واكلها. بعد ما اكلها كده
فنايم بقى كده بيستريح كده ومبسوط وقاعد بقى ما شاء الله المعدة مليانة والحمد لله الدنيا بخير، ونايم بقى عمال بيحلم بإيه الأسد؟ حد فيكم ممكن يتخيل بيحلم بالأكل اللي بعدها صح كده عمار؟ يعني هو لسه واكل بس هو ايه، انتوا عارفين شهيته شهيته ما شاء الله مفتوحة ما بيشبعش خالص. فهو نايم، وهو نايم عمال بيحلم بالأكل اللي بعد كده. يا ترى الأكل اللي بعد كده هاكل ايه؟ هاكل غزالة تانية، ولا هاكل حمار وحشي، ولا هاكل جاموس متوحش، ولا بقرة برية، ولا ما هو ده الأكل بتاعه، فاهم ازاي؟ ولا هاكل تيس معدي، ولا هاكل زرافة، ولا نعامة، يا سلام على النعامة، تمام كده. فهو عمال بقى نايم وبيحلم بقى الأحلام بقى وإيه، وفرحان ومبتسم بقى، وشويتين يحلم إن هو إيه بياكل غزال فيبتسم، شويتين يحلم إن هو بياكل حمار يروح زعلان كده يعني، شويتين يحلم إن هو بياكل بقرة يروح قاعد يعني مبسوط كده وهزز ديله. فهو في وسطه ما بيحلم يا حبايبي، وقاعد بقى بيحلم. حد فيكم هو نايم بيحلم انه بياكل؟ انت بتحلم انك بتاكل؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى الاكل وانت كمان بتحلم انك بتاكلي؟ طيب هو بقى الاسد نايم يا حبايبي وعمال بيحلم بقى انه ايه، ان هياكل الاكله اللي بعدها. فجأة وهو نايم بيحلم حصل مشكلة كبيرة جدا جدا كانش حد يتخيلها. ايه اللي حصل؟ لقى حد بيشد شعرايه من دقنه. ايه ده، هو الاسد ليه دقن؟ تخيل الاسد ليه لحيه كده كبيره قوي وشعر كده عامل كده، او مش بنسميه لحيه يعني، بس هم يعني ايه مجازا كده ماشي. شعر كتير قوي في وشه، فاهم ازاي؟ فجأة لقى حد بيشد شعرايه من وشه. هو في الاول يعني ايه عمل نفسه مش واخد باله، كأن يعني ايه حد بيزرزغه، مش مشكله يعني عديها مش مشكله. شويتين لا ده حد بيشد شعر اللي ده وش بجد يعني. فالمهم بيبص بيفتح عين من عينينه الاثنين، فلقى حاجه كده صغنطوطه واقفه عند وشه كده بتشد شعرايه. ايه الكائن ده اللي واقف عند وشه ده؟ ها ساره، فار. يا خبر ابيض، ايه اللي جابك هنا؟ حد يروح عند بق الاسد يعني؟ سايب الدنيا دي كلها، الدنيا دي كلها دقت بيك وسايبها كلها ورايح واقف عند بق الاسد. فالمهم الأسد بيفتح عينه لقى إيه؟ لقى الفار. يا خبر أبيض، راح في مشكلة كبيرة الفار. إيه الأسد راح ماسك الفار. إيه اللي جابك هنا؟ فقال له أبدا هو طبعا كل ده فاكر نفسه بيطلع فوق جبل، هو مش واخد باله إن ده أسد أصلا، يعني طبعا الفار قد كده والأسد قد كده، فهو الفار مش واخد باله. فبص لقى الأسد، يا نهار أبيض أنا إيه اللي جابني هنا؟ طبعا بقى تخيل حضرتك لو أنت مكانه كده، مش لو انت فار يعني ايه يعني تخيل نفسك لو مكانه وفجأة لقيت نفسك واقف قدام بق الأسد. تعمل ايه يا أسد؟ تعمل ايه؟ هتسورة صح؟ على طول تعمل ايه؟ اديها المايك. لا اهي اللي جنبك اهي اديها المايك. تعمل ايه لو لقيت نفسك مرة واحدة قدام الأسد؟ هتدافع عن نفسك؟ ما شاء الله قوية ما شاء الله. تعملي يا سارة، اديها المايك. يعني هدافع عن نفسي. طيب ادي لمريم. تعملي يا مريم. لا جنبك يا مريم. تعملي يا مريم. ادافع عن نفسي. هتدافع عن نفسك. تعملي يا عمار؟ ادي المايك. هتجري. ايوه كده، خليه جدع زي ابوك، الله يبارك فيك يا رب. اصل ازاي دافع عن نفسه صغير؟ اصل دافع عن نفسه قدام مين؟ ده هو فار واقف قدام اسد، فطبعا الاسد هيجي يضربه، فالفار يقول له ما تقدرش، صح كده؟ واخد بالك؟ فالمهم ايه، فالاسد قال له ايه اللي جابك هنا؟ فقال له ايه ده انت اسد؟ قال له فقال له انا ما اقصدش والله، ده انا كنت ماشي بجيب حاجه كده وقال له لا لازم تكون صادق معايا والا هخلص عليك في ساعتها، وانت عارف ان انا السنه الواحده من سناني قد 3 فيران زيك، فهخلص عليك يعني هخلص عليك. خليك صادق معايا. حلو الصدق ولا وحش؟ الصدق بينجي، صح ولا لا؟ حتى ان كانت في قصه حلوه قوي قوي عن الصدق، جميله قوي، هقولها لكم بس بعد ما تصلي. كان في قصه حلوه قوي لواحد اسمه عبد القادر الجيلاني. اسمه عبد القادر الايه؟ عبد القادر الجيلاني. في يوم من الايام كانت مامته راحت مدياله 40 دينار وقالت له روح حبيبي البلد الفلانيه اطلب العلم على ايد العلماء اللي موجودين هناك. حلو كده؟ فهو طالع هيمشي لوحده في الصحراء؟
ما ينفعش. لو مشي في الصحراء هيطلع عليه ديب ياكله، يطلع عليه اسد يمصمص فيه، يطلع عليه نمر يسلك بسنانه، فقال مش ينفع. فقال اطلع مع مين؟ مع قافله، صح كده؟ قافله بقى فيها ناس كتيره كده طالعين. فايه هو ماشي بص لقى قافله طالعه، قال لهم ممكن تاخدوني معاكم؟ انتوا رايحين فين؟ قالوا رايحين البلد الفلانيه. قال خلاص هي دي البلد انا عايز اروحها، ممكن تاخدوني معاكم؟ قالوا تعالى. وهم طالعين يا حبايبي ايه اللي حصل؟ حصلت مفاجاه، طلعت عليهم الحراميه اللصوص. الحراميه لما طلعوا عليهم ايه اللي حصل بقى؟ خدوا بالكم بقى، ركزوا معايا. الحراميه على طول يعملوا ايه؟ انت معاك كام؟ معايا 5 دينار. هات. قام واخدهم طلع السكينه. ها معاك حاجه ثانيه؟ لا معيش. قول لي جنبك معاك ايه؟ راح واخد كل اللي معاه القافله. جه بقى لا ده عيل صغنطط كده صغير قدكم كده ربنا يبارك فيكم. قال له معاك كام يا ابني؟ قال له معايا 40 دينار. فالراجل بقى اللي هو الشرطه ده بتاع ولا الحرامي ده قال لك معقوله يعني ده هيكون معاه 40 دينار؟ ده عيل صغير يعني 40 دينار النهارده مبلغ كبير جدا يعني. فراح لرئيس العصابه قال له يا معلم يا كبير، رئيس العصابه بقى الزعيم بتاعهم، قال له معلم يا كبير الولد ده بيقول ان هو معاه 40 دينار فانا مش مصدقه. قال له هاتهولي. راح جابه له. قال له خد يا ابني تعالى انت معاك كام؟ قال له 40 دينار. قال له فين هي؟ قال له ايه؟ قال له ايه ده؟ ايه اللي خلاك يا ابني تكون صادق معايا رغم ان انت عارف ان انا بسرقك؟ قال له اصل انا عهدت امي ان انا ما اكذبش ابدا في حياتي ابدا ولازم اكون انسان صادق. فرئيس الحراميه رئيس اللصوص عمل ايه؟ ايه اللي حصل؟ راح معيط. طب عيط ليه؟ عيط قال ياه يعني انت عاهدت امك ان انت ما تكذبش ابدا وانا وعشان كده عايز تصون العهد اللي انت عاهدت بيه امك وانا اخون عهدي مع ربنا واسرق وربنا امرني بالامانه؟ والله العظيم لا توب الى الله عز وجل من اللحظه دي وانت السبب يا ابني اللي خليتني اتوب. فطبعا لما رئيس اللصوص تاب جت اللصوص بقى الحراميه ده الرئيس بتاعهم ده الزعيم بقى اللي بيخطط لهم بقى وبيظبط لهم كل سرقه. قالوا له طالما انت بقى كنت الزعيم بتاعنا في السرقه انت النهارده الزعيم بتاعنا في التوبه فاحنا جميعا تبنا الى الله. عشان كده بيقولوا ايه؟ ورجعوا كل الفلوس للناس اللي خدوا منهم الفلوس. عشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ الصدق منجاه. منجاه يعني ايه؟ يعني بينجي الانسان. فالفار لما لقى نفسه قدام بق انقل الاسد واخد بالك عمه الاسد تمام، فاول ما لقى نفسه قدامه كده فقال لا لازم اكون صادق وان شاء الله لما اكون صادق ربنا هينجيني. وانت كده دايما كده خد ده شعار يا حبيبي في حياتك. وانت في المدرسه عملت حاجه غلط المدرس بيقول لك مين اللي عمل دي؟ فانت تقول لا اكذب عشان ايه؟ عشان يعني اطلع نفسي المشكله دي. لا اصدق قول له يا استاذ انا هكون صادق مع حضرتك، انا اولا بعتذر انا فعلا عملت كذا وده غلط لكن لازم اكون صادق مع حضرتك، انا عملت كذا وانا بعتذر لحضرتك ان انا مش هكرر دي مره ثانيه. ايه اللي يحصل في الوقت ده من الاستاذ؟ طب يا حبيبي جزاك الله خيرا على ان انت انسان صادق وما تعملش كده مره ثانيه. صح يا مريم؟ تمام كده؟ طيب فاللي حصل ايه؟ فالفار قال لازم اكون صادق ومش هكذب ابدا وهقول الحق وان شاء الله ربنا هينجيني لو قلت كلمه الحق. فالاسد قال له ايه اللي خلاك تيجي هنا وتلعب في شعر وشي وبتشد شعرايه كمان من وشي؟ قال له هقول لك يا عم الاسد انا كل اللي حصل مني والله ان انا كان عندي حته بيت صنطوط كده بيت فيراني كده جميل محطوط جوه الحيطه. فالبيت بتاعي ده لان انا بنيه من زمان بقى من ايام جده وتيتا ونينا وكده فالبيت راح اتهد تمام. فقلت طبعا ما ينفعش اسيب البيت مهدود لان انا لو سبته مهدود هيجي فار تاني ويروح داخل المكان دوت ويروح باني بيت تاني في نفس المكان ويروح واخد المكان بتاعي. اسيبه له؟ طبعا لا. انت لو مكان الفار هتسيبه له؟ لا. لا والله ما شاء الله شاطرين ما شاء الله ربنا يبارك فيكم. المهم اللي حصل يا حبايبي فقال له فرحت عشان اجيب حاجات كده ابني بيها وكده فكنت محتاج حاجه كده زي السلك كده او الشعر عشان اربط بيه الخشب ببعضه علشان البيت ما يهتدش عليا. فوانا ماشي ومش واخد بالي والدنيا ضلمه طبعا ما هوش شايف اي حاجه خالص. ايه اللي حصل؟ فجاه لقى نفسه قدام حاجه كده مليانه شعر كتير وهيش كتير كده وحشيش. فظن ان دي ايه؟ حته تبه كده طالعه في جنينه وما عرفش ان دي اسد. فطلع فوق وراح بيشد حته قشايه كده طلعت ايه؟ طلعت شعرايه من وش الاسد على بخته الجميل. ما فاهم ازاي؟ في ناس كده بختها جميل وحلو قوي قوي ما شاء الله. فجاي بيشد البتاعه دي طلعت شعرايه من وش
الاسد. قال له ده والله اللي حصل مني وانا ما قصدتش ابدا يا عم الاسد ان انا اجي اشد شعر وشك، وده حضرتك يعني وسيادتك ده احنا خدامين حضرتك، ده انت استاذنا وتاج راسنا، ده انت المعلم الكبير بتاع القعده، ده انت ملك الغابه، ده الكل بيخاف منك، ده مش عارف ايه. والاسد بيقول له لا برضه انا يعني انا مقتنع ان انت صادق، بس برضه لازم اعاقبك عشان ما ترجعش تعمل الحركه دي مره ثانيه. ها، من الانصاف بقى في الوقت دوت ان هو يعاقبه ولا يسامحه؟ يسامحه طبعا. ليه؟ طب يسامحه ليه؟ عشان هو مش قصده، صح ولا لا؟ وبعدين قال كلمه صدق. وبعدين انا لما اكون مثلا ابني غلط غلطه واجي اقول له عملت كده انا ما عملتش، فيقول لي عملت كده يا ابي وانا بعتذر وانا اسف، اسامحه ولا ما اسامحوش؟ اسامحه. ليه؟ لانه صادق وما شاء الله وامين وما كدبش عليا، وبعدين كمان اعتذر ومش هيرجع تاني يعمل حاجه زي كده. طيب معانا اتصال. مين؟ الاسد؟ لا مش معانا عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا عمرو؟ عليكم. عليكم السلام. ها انا سامعك. ازيك يا عمرو؟ طب وطي صوت التلفزيون عشان تسمعني. وطي صوت التلفزيون عشان تسمعني. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. بيقول ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عمرو؟ عامل ايه؟ كويس. عندك كام سنة يا عمرو؟ ها؟ وطي طب التلفزيون يا عمرو عشان تسمعني. واي حد يا جماعه بيتصل يا ريت يوطي التلفزيون عشان يسمعنا، لان انا ايه بيبقى الصوت عامل صدى عندكم. ها؟ عندي 5. عندك 5 سنين يا عمرو؟ ما شاء الله. سمعت قصة الفار والاسد؟ ايه رأي حضرتك في القصة؟ ها؟ جميلة؟ ده شغال على ما شاء الله. انت في حاجة وجعك؟ قول لي بيقول لي ما شاء الله. طيب يا عمرو هتيجي معانا الحلقة الجاية؟ جميل. قول لي هتيجي الحلقة الجاية؟ انا في انتظار حضرتك. قول ناقص 2 عشان تاخد جايزة. الو. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. انت اخو عمرو ولا ايه؟ انت اخوه؟ انا ندى. انت ندى؟ معلش ما خدتش بالي يا ندى. ازيك يا ندى؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ عندك كام سنة؟ عندي 10. 10 ما شاء الله يا ندى، ربنا يبارك فيك يا رب. هاتي بقى عمرو وتعالي الحلقة اللي جاية، وما تخافيش الحلقة الجاية ما فيش لا اسد ولا فار. ماشي؟ ماشي. سمعت الحلقة يا ندى ولا لسه ما سمعتيش؟ ايه؟ سمعت الحلقة؟ حلوة الحلقة بتاعت النهارده ولا وحشة؟ حلو. حلوة ولا ملتوتة؟ جميلة. طيب ربنا يبارك فيك ان شاء الله. لما تيجي الحلقة الجاية بقى نحكي لك برضو قصة حلوة كده ان شاء الله. ماشي؟ تنورينا يا ندى. ها نكمل؟ طب معانا اتصال تاني. عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عمر؟ عليكم السلام. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ وحشنا. أين أنت وأنت أين؟ إيه؟ أين أنت وأنت أين؟ أنا عبد الله، أنا مش عمر. أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 9. عندك 9 ما شاء الله. سمعت القصة يا عمر؟ أخويا عمر تعبان وعاوز يكلمك، عنده 5 سنين. أنت عبد الله وأخوك عمر. طب هات عمر. ماشي هات عمر. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ عمر؟ ازي سيادتك؟ عامل ايه؟ سيادتك ان شاء الله فاضي جدا الحلقه الجايه ولا في وراك مشغوليات راكب دي؟ ها يا عمر، هو بيكلم نفسه ولا بيكلم مين؟ انا خدت مقاطع. ماشي بحسبه بيكلم نفسه. طيب نكمل. طب نصلي. لا ده في حد نايم. اظن الصوت هنا متهيألي الاستوديو كده وسع متهيألي. الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيكم يا حبايبي. نكمل بقى القصه حبايبي. المهم بقى احنا كنا بنحكي في قصه ايه؟ ايوه كده، عايزكم صاحيين معايا ما شاء الله. كنا بنحكي في قصه الاسد والفار.
المهم الفار بقى أول ما لقى نفسه واقف بقى في الموقف ده فقال له والله العظيم ده اللي حصل كذا كذا ومش عارف ايه، وانا ما كنتش اقصد، انا كنت معدي ففجأة لقيت يعني وش حضرتك منور فطلعت اشد حاجة كده تمام، يعني انا ما اقصدش والله، انا ما ظننتش ان ده وش اسد، انا بحسبه مقشة فقلت اشد ايه قشاية فطلع وش حضرتك ما خدتش بالي يعني. وبعدين دي مش مشكلتي، مشكلة حضرتك ان وشك زي المقشة فانا مش ذنب يعني. المهم فقال له انا ما اقصدش، انا كنت بشد شعرايه عشان الف بيها الخشب واظبطها وكده وعشان اعمل العش الجميل بتاعي. فالاسد قال له انا مقتنع ان انت صادق وحاسس فعلا ان انت صادق، بس برضه لازم تتعاقب. احنا بنقول ايه؟ بنقول الاسد هنا غلطان. ليه؟ لان طالما انت واحد اخطأ فيك وبعدين بعد ما اخطأ فيك اعتذر لك وقال لك مش هعمل كده تاني، المفروض نعمل ايه؟ سامحه. وإلا بقى يبقى إيه فايدة بقى الاعتذار؟ يبقى خلاص ما حدش يعتذر لحد طالما الناس كلها بتعاقب، صح ولا لا؟ لا، المفروض إن إحنا نسامح الناس ويكون قلبنا كده صافي. وفاكرين لما النبي عليه السلام بقى كان ليه مواقف جميلة جدا جدا في موضوع التسامح. فاكرين الأعرابي يا حبايبي اللي دخل تبول في مسجد النبي عليه السلام والصحابة كانوا عايزين يعاقبوه؟ لما الراجل إيه النبي عليه السلام دخل عليه قال له إيه؟ قال له يعني ان المساجد ديت معمولة عشان الصلاة والذكر وقراية القرآن، ما هيش معمولة للحاجات ديت، صح كده ولا لا؟ ايه اللي حصل؟ الراجل ما شاء الله آمن وكان كويس جدا بعد كده وبقى يطلب العلم وبقى من خيرة الصحابة، صح كده؟ ليه؟ بنعمة التسامح الجميلة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم. طب بلاش ده كله، انتوا فاكرين كفار مكة كانوا بيعملوا ايه مع النبي عليه السلام؟ فاكرين؟ كانوا بيأذوا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا سلة الجزورة على ظهر النبي ورموا التراب على راس النبي عليه السلام ودبروا مؤامرات لقتل النبي وطردوا النبي من مكة. ورغم ذلك النبي عليه السلام لما رجع يوم فتح مكة لو واحد غير النبي مش كان انتقم منهم؟ النبي عمل ايه يا حبايبي؟ سامحهم على طول. قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ انتوا عارفين، انتوا فاكرين ان هعمل فيكم ايه؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ايه؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. يلا فاحنا بنتعلم التسامح من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول الأسد هنا غلطان، ان الفار لما اعتذر له وقال له انا آسف انا غلطت وعملت كذا وكذا وسامحني، فهو ما سامحوش فيبقى غلطان. لكن الأسد الحقيقة برضو قعد يراجع نفسه واحدة واحدة كده، وبعدين بدأ يقول له انا فعلا حاسس ان انت صادق وان انت ما كدبتش عليا، بس انا برضو ايه لازم برضو عشان ما تغلطش تاني معايا تاني لازم برضو اعاقبك كده عقوبة بسيطة. طب عقوبة الأسد البسيطة دي ايه؟ ممكن تكون مثلا هبشة بايديه، والفرد اصلا لو الاسد اتاوب في وشه هيموت يعني، واخد بالك يعني ايه؟ لو هو فار قد كده والاسد بقه ما شاء الله حاجه يعني ايه يعني تقعد جواه عمار وساره مربعين جوه، فاهم ازاي؟ يعني فهو اسد ضخم ما شاء الله، فلو بس اتاوب كده واخد بالك والهواء بتاعه طلع دخل في الفار هيلزقه في الحيطه، ده بس كده بيتاوب يعني. وبقى تبقى مصيبه لو عطس في وشه واخد بالك، لو عطس في وشه ممكن يخرب له وشه يعني، فاهم ازاي؟ طب هيعاقبه بايه ده؟ فالمهم قعد يفكر فبيقول له طيب انا هعاقبك عقوبه بقى كده بسيطه علشان ما تغلطش الغلطه دي مره تانية. فالفار قال له يعني انت اسد قوي وكده وانا هستحمل عقوبه بسيطه ولا كبيره؟ انت اسد فلازم يعني تسامحني لان انا اعترفت لك وقلت لك انا غلطان واسف وكده. طيب نكمل قصه الفار والاسد بعد الاذان المغرب حبايبي. هنقوم دلوقتي نقوم نتوضى، او اذا كنتم متوضين يبقى افضل طبعا، ونصلي المغرب حالا في 5 دقايق ان شاء الله كده، ونرجع لكم مره ثانيه عشان نكمل قصه الفار والاسد. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وخليكم معانا نرجع لكم كمان 5 دقايق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سنعود بمشيئة الله. شاشة تأخذك للجنة. عدنا بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم حبايبي. صليت المغرب ولا ما صليتوش؟ لا لسه بسأل عن صلاة المغرب، لسه ما قلتلكش صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. طيب هنكمل؟ هنكمل؟ نصلي.
لا لو ما صليتوش حلو مش هوزع الهدايا دي خالص. ها كده جميل ما شاء الله. طيب واحد، تعالى يا عمار بسرعه كده، بسرعه بسرعه كده قبل ما نكمل القصه على طول كده بسرعه. تعالى بسرعه 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 بسرعه، اجري بسرعه، امسك وزع كده عليهم من اول من تحت كده، واحد واحد على طول بسرعه كده الجوائز ديت. يلا بسرعه بسرعه، يلا يلا كل ياخد بسرعه بسرعه يا عمار، بسرعه بسرعه حبيبي، يلا يلا بسرعه يا عمار، يلا حبيبي. اللي الجوائز بتاعته هتبقى قليله ان شاء الله هديله جايزه بعد ما نخرج بره، في حاجات ثانيه بره ان شاء الله. ادي يا عمار، ادي الباقي، ادي الباقي، اديهم باقي. يلا خد وزع الباقي. دي بتاعتك انا شايلها لك، وزع على الصف الفوقاني. يلا ايوه 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 جنبي كده. خد خد يا عمار، خد حبيبي، يلا بسرعه بسرعه وزع. يلا ادي المريم، ادي الطاطا، ادي يلا يلا خد بسرعه، خد حبيبي وزع. يلا حبايبي يلا خد الباقيين كلهم. يلا اطلع بقى فوق وزع بقى على اللي وراك، واللي ما خدش حاجه هنديله حاجه بره ان شاء الله، ماشي؟ هي بتاعته هي من شالها. طب يلا نكمل مع بعض. احنا وصلنا لحد فين يا حبايبي؟ ها؟ لحد اما الفار بدأ يعتذر للأسد، صح كده؟ قال له ايه بقى؟ قال له انا كل ما في الامر انا ماشي فالبيت بتاعي اتهد، فرايح اجيب شويه قش كده وشعر علشان اربط بيه الخشب اللي عندي في البيت وايه، واعمل بيت من تاني مكان البيت اللي اتهد. معايا يا حبايبي؟ كله يركز معايا، محدش يبص بقى للهدايا، احنا خلاص الهدايا اتوزعت، محدش يبص للهدايا، تمام كده يا حبايبي؟ فجه الاسد ايه؟ الاسد مصدقه، بس في نفس الوقت قال له لازم برضه يعني ايه اعاقبك عقوبه كده بسيطه، علشان ايه الموضوع مش ينفع يعدي كده. قال له ما انت عارف ان انا فارس وانطوط وانت اسد كبير، يعني انت حتى لو اتنهدت كده في وشي انا هموت، فيعني ايه لابد ان انت تعفو بقى وتسامح وتصفح عني، عشان انت راجل ملك الغابه ولازم يبقى اخلاقك كده فيها تسامح وفيها عفو، وان انت تكون يعني رحيم باللي حواليك. المهم فالاسد قال له طب خلاص هتقدم لي ايه بقى مقابل ان انا اعفو عنك؟ ينفع حد يقول لواحد انا هعفو عنك بس هتقدم لي ايه؟ ولا الواحد لما يعفو عن حد يعفو عنه لله؟ يعني انا لما اكون مثلا انا واقف مثلا يعني النبي عليه السلام لما بيقول يعني بيحكي عن ان الانسان لما بيعفو عن حد من كتم غيظا، خد بالك، وهو قادر ان هو ينفذ الغيظ دوت ان هو يضرب اللي حواليه، ايه اللي يحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يدعوه يوم القيامه على رؤوس الاشهاد ويخيره من الحور العين، يدي اي حاجه من الحور اللي هو عايزها، تمام كده؟ فانت مثلا تخيل حضرتك كده واقف كده في طابور فرن وبتشتري عيش، فجأة راح واحد من وراك راح خبطك بكوع، فانت بتبص وراك فلقيت واحد صنطوط كده عيني وضعيف وعنده لين عظام وبري بري وكده وتعبان، فقمت لسه هتضربه فافتكرت حديث النبي عليه السلام، فقلت خلاص انا هعفو عنك لله، صح كده؟ لا بقى تخيل مره بقى تانية بقى كده ايه اللي يحصل؟ انت واقف في نفس الطابور فلقيت واحد راح خبطك بكوع، فجاي بتبص وراك لقيت ما شاء الله باب واقف وراك حاجه كده ما شاء الله 6 في 18، فلقيت الدنيا ظلمت والشمس مش عايز تطلع، فبتبص فقمت انت باصص له كده قلت له على فكره انا هسيبك لله. ينفع؟ ما ينفعش، انت سايبه غصب عنك، يعني انت لو قربت له هياكلك. انما بقى لما بعفو عن حد بعفو عنه ايه؟ بثمن ولا من غير ثمن؟ لا من غير ثمن، انا بعفو عنك لله، والا ما يبقاش اسمه عفو، صح ولا لا يا حبايبي؟ يبقى الاسد لما هيعفو هنا عن الفار بيعفو عنه المفروض من غير مقابل. قالوا لا لازم تقول لي على حاجه تقدمها لي مقابل ان انا اعفو عنك. حبايبي خليكم معايا، سيبكم من الهدايا دلوقتي، خليكم معايا ماشي كده حبايبي؟ هيعفو عنه ليه؟ من غير ثمن. فجه الفار قال له هقول لك حاجه حلوه، لعل وعسى، مش انا كائن ضعيف، مش انا فار قد كده وانت اسد قد كده، يمكن ربنا يكرمني في يوم من الايام ان انت تحتاج للكائن الضعيف دوت واكون سبب في ان انا اقدم لك اي خدمه في يوم من الايام. الاسد قعد يضحك ويكهكه وفرحان قوي كانه سمع نكته من الفار. بقى انت اللي قد كده هتقدم خدمه ليا؟ انا ملك الغابه، انا الاسد، انا اللي الدنيا كلها بتخاف مني، انت في يوم من الايام هتقدم لي خدمه؟ طب معانا اتصال. السلام عليكم. مين؟ لميا؟ ساميه. سامية. ازيك يا ساميه؟ الحمد لله. كيف حالك؟ اخبارك ايه يا حبيبتي؟ سامية ضياء الدين. ها؟ شوف مش سامع صوتك ليه؟
معلق التلفزيون. بتقول ايه يا سامي؟ حافظ لغاية سورة الزلزلة. ها؟ عايزة حافظة لحد الزلزال. معلش انا لسه ما سمعتش، معلش حبيبتي. ما شاء الله، الف مبروك. وحبك في الله. ربنا يبارك فيك يا سامية، ان شاء الله تيجي تنورينا الحلقة دي يا حبيبتي ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. المهم يا حبيبي نكمل الموضوع. نصلي. فالاسد قعد يضحك ويقول معقولة بقى حتة الفار اللي قد كده دوت في يوم من الايام هيخدم ملك الغابة، الاسد الكبير اللي كل الكائنات بتخاف منه. المهم الفار ما صدق جري وراح فاكك بقى. في يوم من الايام يا حبايبي صابح الاسد الصبحية وهو قايم بقى الصبح كده بيتمطع كده بقى وبيقول هناكل ايه النهاردة بقى وهنفطر على ايه؟ يا ترى هاكل غزالة ولا ظبية ولا نعامة ولا حمار وحشي ولا بقرة مفترسة؟ المهم عمال بقى ايه بيفكر بقى ايه اللي هياكله النهارده. فجأة وهو ماشي يا حبايبي اتاري كان في ناس صيادين نازلين عايزين يصطادوا اسد عشان يودوه حديقة الحيوان. حد فيكم راح حديقة الحيوان؟ اتفرجتوا عليها كلها؟ شفتوا ايه؟ الاسد والنمر والنعامة والزرافة والفيل. شفت الفيل؟ شفت زلومة الفيل عاملة ازاي؟ يا خبر اب، مشكلة زلومة الفيل ده كام؟ ركبت على الفيل؟ لا يا عم انا بخاف. اكلت الفيل؟ وانت اكلت الفيل؟ وانت كمان اكلت الفيل؟ طب ما حدش كل الفيل؟ طيب ماشي يا جميل، ماشي يا قمر. المهم اللي حصل ايه يا حبايبي؟ فقالوا ايه؟ قالوا ننزل نصطاد حته اسد بقى جميل كده من الغابه علشان ناخده نوديه في جنينه الحيوانات، الناس بقى تيجي تتفرج عليه ويقطعوا تذاكر ونكسب فلوس ويبقى مكان جميل وكده. المهم رايحين نازلين نصطادوا الاسد. طب نصطاده ازاي؟ حد يعرف يخش يمسك الاسد كده يصطاده؟ طبعا لا. طب ولو ضربناه بالرصاص ما هيموت. طب نعمل ايه؟ قالوا لا فكره حلوه قوي. قالوا نحفر حفره حلوه كده ونحط عليها شبك، والشبكة دي نربطها من بره كده بأوتاد بخشب متين، بحيث أول ما الأسد هو ماشي نحط له حتتين لحمة كده على الإيه؟ على طرف الحفرة، يجي ياكلها يروح واقع في الحفرة، مش نازل في الشبك، نقوم احنا لمين الشبك على بعضه ورابطينه ونروح شادينه ومطلعينه على العربية، ننقله هناك على جنينة الحيوانات، ندخله للقفص بتاعه ونشيل الشبك، يبقى الأسد فين؟ جوه القفص. فكرة حلوة ولا وحشة؟ فكرة جميلة ما شاء الله. المهم حبايبي فعلا نزلوا واصطادوا الأسد. يا خبر أبيض، ملك الغابة بقى فين؟ بقى في الشبكة. لسه ما راحش جنينة الحيوانات لسه. بقى فين؟ بقى في الشبكة. يا خبر أبيض، ملك الغابة جوه الشبكة؟ جوه الشبكة. ملك الغابة مش عارف يطلع من جوه الشبكة؟ مش عارف يطلع من جوه الشبكة، وعمال يصرخ ويزقر وصوته عالي والدنيا كلها بقى سمعت صوته. مين بقى اللي سمع صوته حبايبي؟ الفار. سمع صوت ايه؟ الأسد، وهو عمال ايه؟ يزقر صوته عالي. فراح جاله قال له خير، في ايه اللي حصل؟ قال له الصيادين ضحكوا عليا وعملوا لي شبكة في حفرة، فانا وانا رايح اكل رحت نازل في الحفرة وقعت في الشبكة. قال له الفار بقى، قال له فاكر يا ملك الغابة لما في يوم من الايام لما انت مسكتني وبعدين قلت لك اعفو عني، يمكن لعل وعسى في يوم من الايام الفار الضعيف دوت يقدر يقدم لك خدمة؟ قال له فاكر. قال له انت عارف انت عندك قدرة ان انت تخش وتقضي على الفريسة بتاعتك وتضرب وتعض وتعور، لكن انا بقى عندي قدرة ان انا افضل بسنان الرفيعة الجميلة دي افضل اكل في الحبال والشباك ولا ملش ابدا ولا اتعب، وممكن اقطع كل الحبال اللي حواليك ديت وانقذك وتطلع تاني من الشبكة. قال له معقولة؟ قال له طبعا، مش انا قلت لك رغم ان انا كائن ضعيف ويعني ومخلوق ضعيف، لكن ممكن بفضل الله في يوم من الايام ان انا اقدم لك خدمة. وبالفعل يا حبايبي ايه اللي حصل؟ بدأ الفار يعمل ايه؟ بدأ الفار يقرقط في الشبكة. طبعا الصيادين خلاص اطمنوا ان الاسد فين؟ في الشبكة. قالوا بقى نستريح شوية وناكل لقمة وبعدين بعد كده نبتدي نجيب العربية ونبتدي نشد الاسد نطلعه في العربية عشان نوديه جنينة الحيوانات. فاللي حصل ايه يا حبايبي؟ اللي حصل في اللحظة ديت قام الفار عمال يقرقط هم مش شايفين طبعا الفار، يقرقط لحد ما فتح فتحة كبيرة في الشبكة، وراح الأسد طالع من الشبكة وراح جاري وقال له شكرا يا صديقي
أنا متشكر جدا على الخدمة اللي أنت قدمتها لي. أنا من النهاردة لا يمكن أحتقر أي كائن ضعيف، وأنا عارف يقينا أن ممكن أي حد ضعيف يخدم أي حد كبير، وأن أي حد صغير ممكن يخدم أي حد إيه قوي. خدت بالكم حبايبي؟ نطلع من القصة دي بكم فايدة بقى، كم درس. نطلع بيه. فين المايك؟ الصدق. الله يبارك فيك. جميل قوي قوي. ان الصدق يا حبايبي ان نعم بالظبط كده. نعم. والأقوى الصدق بينجي المؤمنين. ان دايما الصدق بينجي الانسان يا حبايبي. ان الانسان لما يكون صادق ربنا بينجيه. وقعت في مشكلة، عملت حاجة غلط، خليك صادق، خليك صادق وجريء. خايف من ايه؟ عملت كذا، عملت كذا، انت اللي كسرت الفازة ديت، انا اللي كسرتها يا ابي وسامحني ومش هعمل كده تاني. انت اللي رميت البتاعة دي من البلكونة، ايوه يا ابي معلش ما كانش قصدي ومش هرجع اعمل الحاجة كده تاني. انت اللي عملت كذا في الفصل، وانا اسف ومش هعمل كده تاني. يبقى الصدق بينجي ولا لا؟ يبقى اول درس ناخده من القصة ديت الصدق. تاني درس ناخده من القصة دي ايه؟ اديها المايك. ان ما نحتقرش حد. اديها المايك. طيب نيفر صغير. نعم. نيفر صغير. نيفر سايد. يعني ايه نيفر سايد؟ نعفو عن الصغير. انا سمعتها نيفر سايد. نيفر سايد. نعفو عن الصغير، صح كده؟ ان احنا لما يكون عندنا قدرة ان احنا نضرب حد اصغر مننا او اضعف مننا، نعفو عنه لله، مش عشان حاجة، مش عشان خدمة ولا عشان مقابل ولا عشان فلوس ولا عشان اي حاجة. انا بعفو عن اللي حواليا ليه؟ لله. احنا يمكن حكينا قصة فار واسد، لكن احنا بنطبقها بقى على حياتنا ايه كمسلمين. ان احنا نعفو، ان احنا نكون صادقين، ان احنا ما نحتقرش حد، ان احنا نساعد الاخرين، ان احنا نحاول بقدر الامكان لو قدامنا فرصة ان احنا نخدم اي حد ونساعد اي حد ما نتأخرش عنه ابدا، ونقدم له اي خدمة واحنا فرحانين ومبسوطين وعندنا كده رغبة ان احنا نساعد الاخرين. في دروس تانية يا حبايبي ناخدها من الموضوع ده؟ قول. اديها المايك. قول. المايك، امسك المايك. احنا لازم نعرف الصغير. نعرف عن الصغير. جميل. حتى اللي عايز يقول حاجة ادي مصدق. مصدق عايز تقول ايه؟ عدم السخرية. امسك المايك يعني. قرب المايك. عدم السخرية من حد. طيب ادي المايك اللي ورا. عايز تقول ايه؟ المساعدة. المساعدة، نساعد اي حد. اديها المايك. عايز تقول ايه؟ لا ده كلام كبير قوي ما شاء الله. ما شاء الله. طيب يبقى اذا الدروس اللي احنا خدناها من درس النهارده ان احنا نكون يا حبايبي، خليكم معايا بقى. خلاص احنا خلاص هنختم البرنامج اهو، فاضل لنا 5 دقايق ونختم البرنامج. يبقى اول درس ناخده اللي هو ايه؟ الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حبايبي عليكم بالصدق. يلا قول ورايا، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. الله عليكم ما شاء الله، تستاهلوا الهدايا اللي خدتوها ما شاء الله. يبقى إذن إيه؟ اوعى تكذب، لأن الكذب يودي إيه؟ إلى الفجور، والفجور يوصل لفين؟ للنار. ربنا يعافينا ويعافيكم، ما حدش فينا يستحمل النار، فاهم ازاي؟ انما الصدق بقى ما شاء الله يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ما شاء الله، ما يكذبش ابدا، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايه؟ صديقا ما شاء الله. طب معانا احمد، ايه رايكم؟ كلم احمد. السلام عليكم. ازيك يا احمد؟ انا احمد. انت احمد؟ ازيك يا احمد؟ ممكن اجي انا اخويا؟ ها؟ الو. ايوه عليكم السلام. انا احمد. اهلا يا احمد. ممكن اجي لك؟ طب بتعيط ليه؟ بحبك في الله. زعلان ليه؟ انت بتتكلم ولا بتزيق؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه يا احمد؟ عندك كام سنه؟ ها؟ ازيك عامل ايه؟ ربنا يخليك يا حبيبي. عندك كام؟ 5 سنين. 5 سنين. تعال نورني الحلقه الجايه يا احمد، ماشي؟ ماشي. وقت سيادتك يسمح يعني؟ عندي 5 سنين. طب يا حبيبي ربنا يخليك يا رب، ان شاء الله تيجي تنورنا الحلقه الجايه يا احمد. الحلقه الجايه؟ ها؟ ممكن اجي الحلقه الجايه؟ تيجي الحلقه الجايه ان شاء الله.
ما انا مش هقول لك تعالى الحلقه اللي فاتت، لا تعالى الحلقه اللي جايه. ها ممكن اجي الحلقة الجاية؟ هتعالى الحلقه الجايه ان شاء الله. ماشي؟ بحبك في الله. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، احبك اللي زحتني فيه، ربنا يبارك فيك يا احمد. ها نكمل؟ صلي. نسال الاول عم المخرج نشوف فاضل كام دقيقه لحسن الوقت يعدي. فاضل قد ايه يا عم المخرج؟ 4 دقايق يا عم المخرج. طيب ربنا يبارك فيك يا رب. فاضل لنا 4 دقايق، ايه رايكم؟ نتكلم فيهم ولا نسكت وخلاص؟ نتكلم. ها ماشي. يبقى ايه الصدق؟ لا ده في كمان حديث جميل قوي قوي قوي، جميل قوي. تخيل يا ساره في حديث حلو قوي سمعته في يوم من الايام. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول بقى حديث حلو قوي، وكل احاديث النبي طبعا جميله صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ قال انا زعيم. يعني ايه انا زعيم؟ يعني انا ضامن، انا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. ايه معنى الكلام ده؟ بعض الحلوين بيقعدوا مع بعض يقولوا تعالى بقى لما اقول لك اخر نكته. فاهم ازاي؟ ده مره واحد عمل كذا كذا فحصل كذا، يقعد يضحك ويكهكه. فاهم ازاي؟ ومره واحد عمل كذا مش عارف ايه ويضحك، ومره واحد عمل عمليه لها نجحت راح عاملها تاني ومش عارف ايه. فاهم ازاي؟ ويقعدوا ايه يضحكوا. الكلام ده حصل؟ لا ما حصلش. يتكتب ايه؟ بس انا يا عم ده انا بهزر، انا مش بضحك، انا مش بقول كلام جد. حتى لو كنت بتهزر برضه هزر واضحك وانبسط، بس بايه؟ بصدق. اوعى. والنبي عليه الصلاه والسلام كان لا يمزح الا صادقا صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه الصدق، ماشي. تاني حاجه العفو. الله، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. هعيد تاني ونقوله مع بعض. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. يلا قولوه. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. كل لما تعفو عن الناس كل لما ربنا يزيدك عزه ويرفع قدرك ويرفع مكانتك في الدنيا والاخره. يبقى نعفو ولا ما نعفوش؟ يبقى لو واحد صاحبي عمل معايا حركه كده في المدرسه، اقول بس الواد ده والضعيف امسكه بقى ايه اكسره واعمل فيه واثبت له بقى ان انا قوي. ينفع؟ ولا نعفو عنه؟ نعفو عنه. سبحان الله. عشان انا لما اعفو عن اللي اضعف مني ما انا في واحد اقوى مني، فلما اغلط معاه في يوم من الايام هو كمان ايه؟ يعفو عنه. والا لو انا ضربت اللي اضعف مني هيجي في يوم من الايام اللي اقوى مني ويعمل ايه؟ هيعجنني يعني يخلص عليا. فاهم ازاي؟ طيب يبقى اول حاجه الصدق، تاني حاجه العفو، تالت حاجه مساعده الناس، ان احنا نساعد الناس. انا رحت لقيت واحد في ازمه كده تمام وفي مشكله، اساعده ولا اسيبه؟ ما اقولوش انت صاحبي وحبيبي وروح قلبي وكل حاجه، لكن في وقت الازمه ما اعرفكش. ما ينفعش الكلام ده. لا، لازم اساعده واقف جنبه واشوفه عايز ايه لحد ما اساعده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صلي بيقول ايه؟ بيقول احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم. الله، شوف قد ايه. والحديث الثاني بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ايه اللي يحصل؟ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه. تمام؟ ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا الله، شفت بقى الجمال بقى. انت لما تعين إنسان ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويساعدك ويوفقك ويسددك وييسر لك كل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا شايف الوقت خلاص خلص. حلوة قصة النهارده ولا مش حلوة؟ حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة. يعني مش ملتوتة؟ طب المرة الجاية احكي لكم بقى حكاية ملتوتة، ماشي؟ يبقى دي مرة حلوة ومرة ملتوتة. طب حبايبي احنا كده وقت البرنامج خلص، نسلم بقى على المشاهدين على حبايبنا نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب حبايبي ان شاء الله وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده، وبنقول لكم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم وربنا يبارك فيكم. طبعا احنا لسه نصلي المغرب كمان شويه يا حبايبي، هتدن العشاء، ما نصليش المغرب ونسيب العشاء هتدن كمان شويه نصلي العشاء. وبنقول لحبايبنا بقى الكبار بقى الاباء والامهات واخواننا وحبايبنا اللي قاعدين قدامنا، بكره وبعده صيام 13 14 15 كان بيوصي بيهم النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا في شهر شعبان، شهر بقى يستحب فيه الصيام الكتير. ربنا يبارك فيكم، فنتعاون مع بعض وننشر ما بين بعض كده، بكره وبعده صيام 13 14 15. ربنا يرزقنا اياكم الاخلاص، وسبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولقاءنا مع حبيبنا بقى الكبار إن شاء الله يوم الاثنين الجاي في حلقة خاصة جدا إن شاء الله في درس فضفضة، ويوم الجمعة إن شاء الله مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي خير يا حبايبي النبي عليه الصلاة والسلام علمهن. بالقرآن غرد يا شبل الإيمان.